بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. طبيعة النفس البشرية بتميل للشخص الطيب الهين اللين الذوق، والله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيب من القول والعمل، وحرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. لكن في بعض المجتمعات للأسف الشديد بنلاقي التعامل مع الشخص الطيب بطريقة غير لائقة، ممكن يستهان بيه وبمشاعره وبكرامته اعتمادا على انه شخص طيب ما بيزعلش، او حتى لو زعل طريقة مصالحته او ان انت تراضيه طريقة سهلة جدا وبيتصالح بسرعة، فبالتالي محدش بيحمل هم زعله او كرامته ويستهان بيه، وممكن يظلم أشد الظلم لأنه شخصية طيبة. وصل لبعض الناس الطيبين لما يتقال لهم أنت شخص طيب يبدأ ينفعل ويتضايق جدا ويقول لا أنا مش طيب، وكأن صفة الطيبة أصبحت سب أو شتم له. اللي وصل المجتمعات أنهم يتعاملوا مع الشخصية الطيبة بهذا الشكل الغير لائق. وهل كل شخص ما بيقدرش يتعامل مع الناس أو يواجههم بأي شيء هم بيتعاملوا بيه معاه، أو طريقة حديثه مع الناس مختلفة شوية عن الشخصيات القوية، هل ده معناه انه يظلم او يستهان بيه، او هي دي اصلا صفات وسمات الشخصية الطيبة؟ هنجاوب ان شاء الله تعالى على كل الاسئلة دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الاستاذة حليمة سيد حسن رمضان، الاخصائية الاجتماعية والاسرية والكاتبة والباحثة في شؤون المرأة والاسرة. اهلا ومرحبا يا استاذة حليمة. حياكم الله جميعا واهلا بمشاهدينا الكرام. سعيدة جدا بوجودي معكم. وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نبدأ مع حضرتك حوارنا ونتكلم عن الشخص الطيب أو الشخصية الطيبة. هل كل شخص يتنازل عن حقه أو لا يستطيع المواجهة ده يعتبر هي دي الشخصية الطيبة، أو بمعنى آخر ما المقصود أصلا بالشخصية الطيبة؟ طيب، بداية أحب أن أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إن كنا لا نقصد وجهك فإنا نستغفرك ونقصد وجهك. اللهم إن كنت لا أقصد وجهك فإني أستغفرك وأقصد وجهك. أختي العزيزة، إحنا دائما أو أنا يعني بصفة خاصة أحب دائما إنه عندما نبدأ أي حوار نبدأ بالمفاهيم، لأنه إذا اتفقنا على المفاهيم فبإذن الله تعالى حيكون هناك سلاسة في الحديث وفهم للجانب الآخر. كلمة الطيبة أو الإنسان الطيب طبعا يعني من مدارج الحديث، الطيب هو عكس الخبيث، والله سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بعكس الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فسبحان الله الشيء يعني حتى اللي العقل يعني يستوعبوا إنه الشيء من الاستحالة أن يكون شيء خبيث أو يكون شيء غير جيد. يعني مثلا عندما نقول نحن هذا الطعام طيب أو هذا طعام معناته طعام جيد، يعني وتمر طيب معناته تمر جيد. أيوة. وبس لو يعني تعطيني أنا حاولت إني بس أقرأ أو إني أبحث عن كلمة الطيبة أو الطيب في القرآن الكريم، وجدنا يمكن أكثر من يعني إلى الآن وجدت آيات يعني كثيرة تتحدث عن مسألة الطيبة. فقال تعالى عندما كان يخاطب زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما من الاستحالة أن تكون الذرية الطيبة شيء غير جيد. وأيضا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. هذا وعد من رب العالمين، من الاستحالة أن يكون هذا شيء غير جيد. فسبحان الله كلمة الطيبة أو الكلمة أو الشيء الطيب دائما هو الشيء المحبوب المستحب اللي الكل يحرص إنه يكون يحمل هذه الشخصية وهذا الطبع وهو الطيبة.
طيب أستاذة حليمة، لو هنتكلم عن سمات وصفات الشخصية الطيبة، ما هي أبرز سماتها وصفاتها لما نتعامل مع بعض الأشخاص فعلا نقول الشخص ده طيب لأن فيه هذه الصفات؟ أوكي. أنا أعتقد إنه الإنسان الطيب هو الإنسان الرؤوف الرحيم العطوف على الآخرين، الشخص الذي لا يؤذي، الشخص اللي دائما يعني نقول هذه واحدة تكون دائما قلبها صافي سليم، تتعامل بصدق، ما يكون في نوع من الخبث. القوة الصلابة الخبث، يعني كما ذكرنا الشجرة الطيبة، الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. فالإنسان الطيب المحبوب، اللي أي شخص ما يشعر بأنه هو يعني متكلف حتى أنه يتخاطب معه أو يحكي معه أو يطلب منه شيء، هذه هي الطيبة. وليست الطيبة هي الشيء اللي ينفر منه الناس، لأنه هذا شيء تماما مختلف عن كلمة أو مفاهيم أو مفهوم كلمة الطيب. الشخصية الطيبة تختلف عن الشخصية ضعيفة الشخصية الضعيف، لأن في ناس بيختلط عليها الأمر، لما بيقولوا هذا الشخص طيب معناه عندهم إن ده شخص ضعيف الشخصية، لا يستطيع إنه يواجه أو يحصل على حقه أو يتكلم عن حقه. هل في اختلاف كبير ما بينهم؟ من وجهة نظري مفهومي أنا إنه هذه ليست شخصية طيبة، هذه ممكن تكون شخصية مهزوزة، قد تكون شخصية ضعيفة، شخصية مهزومة منهزمة، شخصية لا تستطيع إنها، أو إنسان لا يستطيع المواجهة، ليس لأنه طيب، لأنه زي ما ذكرنا الطيبة هي شيء آخر تماما. هذا الشخص اللي يحاول إنه دائما الشخصية الانسحابية، ممكن أن نقول ما يواجه، يشعر إنه إذا تحدث رح يهضم حقه زي ما ذكرتي في البداية، أو إنه ما حد رح يفهمه أو يشوفوا إنه هذا ضعيف، فهذا ليس طيبة، هذا ضعف. هذا إنسان نستطيع أن نقول إنه هذا ضعيف، ما بياخذ حقه، ما بيستطيع إنه يواجه الناس، أو إنه حتى يعني يقف ويطلب يطالب بحقه. فهنا دائما تيجي الإشكالية بين الاثنين، وهذا أعتقد يعني هذا من الجهل ومن عدم الوعي، لأنه ليس الإنسان الواعي والفاهم أعتقد إنه من الاستحالة أن يخلط بين الطيبة وبين الضعف. تمام. وإن طيب كان زي ما ذكرت أختي فعلا إنه الدارج الآن إنه الناس صاروا يعني يروا إنه هذا الإنسان الطيب هو إنسان ضعيف الشخصية، يبدأوا يتجرؤوا عليه ويتعاملوا معاه بطريقة فيها استهانة بيه وبمشاعره وبكرامته. صحيح، وللأسف طيب. هذا ليس إنسان طيب. طيب أستاذة حليمة، ليه في بعض المجتمعات بنلاقي التعامل مع الشخصية الطيبة الحنونة الهينة اللينة، اللي يعني كما يقال باللغة الدارجة يعني ما بيقدرش اصلا تطلع العيبه من بقه او انه يتكلم بطريقه غير لائقه، كله ذوق، انسان ذوق كده ماشي وسط الناس، بيتم التعامل معاه بطريقه سيئه جدا جدا وممكن يظلم. ولكن الشخصيه الاخرى مثلا شخصيه قويه جدا، او أعزكم الله شخصية صليطة اللسان، بيقدر يتكلم بطريقة غير لائقة وممكن يسب أو يشتم أو ما إلى ذلك، فهذه الشخصية بيعمل ليها حساب شديد جدا جدا. والشخصية الذوق الطيبة الهينة اللينة يستهان بها ومشاعرها وكرامتها. ليه أصبح طريقة التعامل دي موجودة في بعض المجتمعات وأصبحت كثيرة؟ والله في نظري هذا من الجهل، يعني من الجهل، أو يعني الشخصية السليطة طبعا هذه موضوعها موضوع آخر، لأنه الشخصية السليطة الناس ما تتخاطب مع، أو الشخصية اللي هي العدوانية نسميها، هذا شخص أنا أعتقد أنه ليس احتراما إنما خوفا. قد يكون يعني أنا أتحاشى إني أحتك بأشخاص عدوانيين أو أشخاص يتطاولوا علي ويحرجوني. نعم، فالشخص فالمجتمع بصفة عامة يظن إنه هذا الإنسان إنسان يعني له هيبته وله وجاهته وله كذا، ليس وإنما هو خوفا أو عدم يعني احترام. بعكس إنه من الجهل جدا إني أتعامل مع الشخص الطيب أو الشخص المحترم بنوع من الاستعلاء، أو نوع من إني أنا أشعر إنه هذا
ما فيش مشكلة، هي لو زعلت اليوم راح ترضى بكرة. بالظبط. إذا اليوم ما كلمناها راح معلش ما في مشكلة، هي طيبة. يعني للأسف الشديد بالظبط. كلنا نستخدم هذه الكلمة، نستخدمها إنه هي طيبة، مش مشكلة، مش حتزعل. نعمل حساب الشخص الثاني، نعمل حساب الأخت اللي حتزعل مننا بالظبط. يعني. وهذا بالفعل. للأسف الشديد هذا جهل يعني وعدم وعي في المجتمع. أتمنى فعلا إننا نحاول يعني نوعي أبنائنا أولا، نتعامل إحنا معهم بالأسلوب اللي يخلينا نوضح لهم من هو الشخص الطيب ومن هو الشخص الغير طيب. ما نبغى نقول شخص الخبيث، لكن نقول شخص غير طيب. غير طيب. طيب دلوقتي يا أستاذة حليمة، بعض الأشخاص الطيبين بناء على طريقة التعامل المستمرة معاهم بطريقة غير لائقة، أو أنهم تعرضوا للظلم أو للاستهانة بشكل متكرر، أصبح عندهم يعني زي ممكن نقول عدم رغبة أو عدم قبول لكلمة أنت طيب. لما حد يوجه له هذه الصفة، يقول له أنت شخص طيب، ممكن يكون بغرض يعني بغرض كويس جدا، يقول له أنت شخص طيب، فيقول له لا أنا مش طيب، ويبدأ ينفعل ويقول لا أنا شخص مش طيب، وكأنه تعقد، في حصل عقدة نفسية من كلمة أنت طيب. ليه وصل للدرجة دي؟ ما هو اللي حاصل المشكلة، إحنا إذا أصبح هذا النوم، يعني نسميه إذا أصبح هذا الشيء انتشر الفهم الخاطئ بين المجتمعات، أصبح يظن الناس إنه هذا الشخص زي ما أنت ذكرتي هو نفسه يتحاشى إنه يقول إنه أنا طيب، لأنه أصبحت المفاهيم كلها مغلوطة. يعني قلبت المفاهيم، أصبحنا نرى الإنسان صاحب الطباع الجيدة المستقيمة المعتدلة بأسلوب مختلف. وأيضا زي ما ذكرت إنه بسبب الأخطاء السائدة في المجتمع. يعني أنا عندما أتنازل هذه المرة والمرة الثانية والمرة الثالثة، فخلاص هم حيفتكروا إنه أنا من النوع اللي سهلة طيبة، فأرجع أقول لا لازم أستقوي، لا أنا لو فضلت أتنازل، لو فضلت أكون كده طيبة، فحيضطروا إنهم إيش زي ما إحنا نقول يطلعوا فوق راسي، حيضطروا إنهم هم هياكلوني يعني بلغتنا الدارجة، هياكلوني خلاص، هياكلوني، ياكلوا حقي وكرامتي وكل حاجة. exactly. وهو أصلا سبحان الله يعني كله بسبب الأخطاء وعدم الوعي وعدم الفهم للمصطلحات والمفاهيم. وزي ما ذكرنا في البداية، والله لو نرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني شرح وافي كافي عن من هو الإنسان، ما هي الطيبة وما هو الطيب، ما هو الكلام الطيب، ما هو الرزق الطيب، ما هو الإنسان الطيب، كل ورد ذكره في القرآن الكريم. فعندما يكون هذا كل الشرح والمديح لكلمة للإنسان الطيب، فمن المستحيل إنه الإنسان يزعل إذا أحد يقول له أنت طيب. ولكن طبعا بسبب الأخطاء اللي حاصلة في المجتمعات وعدم الوعي والجهل، أصبحنا ننظر إلى الأمور الصحيحة بأسلوب خاطئ. بالضبط، للأسف الشديد. طيب أستاذة حليمة، ما بين إن أنا شخص طيب ذوق، عايز أحافظ على ذوقي وعلى طيبتي وعلى احترامي وعلى خلقي القويم بفضل الله سبحانه وتعالى، وما بين إن أنا عايز أحافظ على كرامتي وعلى مشاعري وخلي الناس تعمل لي حساب، وإنها لا تتطاول عليا أو إنها تستهين بيا وبكرامتي، إزاي يحصل التوازن ما بين الاتنين دول؟ طيب شوفي، احنا درسنا يعني في علم الاتصال او في الكوميونيكيشن سكيلز، يعني انه دائما في يعني ما تخلو العمليه الاتصال او التواصل عن 3 امور او 3 اساليب. اما احنا نسميها العدوانيه او الهجوميه، اللي هي الاجريسفنس، انه الانسان يكون very aggressive عدواني هجومي، او الشخصيه. طيب، أو يكون إنسان انسحابي منعزل بسبب طبعا الهجوم. يعني فإنسان دائما إذا هاجمه، يعني في بعض الأشخاص إذا واجهوا هجوم ينسحب، أو الشخصية الانسحابية نسميها، أو الشخصية ما أحب أسميها المهزومة، إنما الباسيف بيرسون سلبي، دائما يتراجع. هذول القطبين. وفي الوسط يأتي اللي هو إحنا نسميه هذا assertiveness أو الحزم، يعني يكون في عدوانية ويكون في انسحابية وهناك الحزم. الإنسان الحازم ليس إنسان
يعني عصبي، أو ليس إنسان هجومي، ولا هو إنسان عدواني، إنما هو إنسان حازم. إذا مثلا واجهت موقف وإنت هذا الموقف غير مناسب، أقول لا بكل احترام وبكل يعني مراعاة لمشاعر لمشاعر الآخرين. الشخص اللي أمامي. مم. نعم. وإن وجدت نفسي في موقف يعني صعب جدا، أو إنه أخطأوا علي الناس، بدل ما أهاجم وأكون سليطة عشان أثبت إنه أنا إنسانة قوية، لا، أنا أتكلم وأتناقش ولكن بحزم. وهذا هو احنا نسميها الشعرة ما بين يعني دائما الانفعال، الهجوم والدفاع، أو الهجوم والانسحاب. بالظبط. هو انك انت تكون كيف تصقل هذه المهارة، بحيث انك دائما تحاول زي ما ذكرنا we can say no by in a تقدر polite تقول way. لا. انا اقدر اقول لا، نعم، أو اقول لا بس باسلوب ما اني اتهجم على الاخرين، وفي نفس الوقت ادافع عن حقي. بالظبط. فبهذه المعادلة السهلة أنا أستطيع أني أكون إنسانة طيبة. وزي ما ذكرنا إنه الطيبة ليست غباء، ولا إنها ضعف، ولا هي انهزامية. بالعكس، الطيبة شيء جميل جدا. فعلا. إحنا لو نفهم معنى الطيبة ونراجع تفاسير كل آيات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة الطيب والطيبة، هنشعر إنه إحنا أشخاص أقوياء. بالعكس، إحنا أشخاص يعني نكون بإذن الله تعالى. شخص الطيب هو إنسان قوي بأخلاقه، قوي بتعاطفه مع الناس، برحمته، بأسلوبه الراقي، بتعامله مع الناس بأسلوب جيد. نعم. فعلا حضرتك قلتي كلام مهم جدا عن الشخص الطيب. هو فعلا شخص قوي جدا، وشخص بيكون محبوب جدا مع المحيطين، في وسط المحيطين بيه. لكن عند الناس فعلا اللي عندها فهم ومدركة يعني ايه الشخص الطيب، وعارفة قيمة الشخص ده. اخيرا استاذة حليمة، نختم مع حضرتك ببعض النصائح اللي هتوجهيها للشخص الطيب او الشخصية الطيبة. وهل اصلا بيفرق ان الشخص ده راجل او ست في الطيبة، ومدى اثر ده عليهم؟ يعني البعض بيقول ان الست ممكن تكون شخصية طيبة مفيش مشكلة، لكن الراجل ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه الآن انه يكون شخص طيب. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ ونختم ببعض النصائح ليه. وأنا أؤمن بالعكس، يعني أنا أتمنى أن يكون كل الرجال طيبين، لأنه إحنا التنشئة الاجتماعية لأبنائنا للأسف الشديد أصبحنا إننا ننشئ الأبناء إنه لا، أنت راجل، أنت لازم تكون قوي، أنت لا الولد ما يبكي، الولد ما يتنازل، الولد لازم كلمته مسموعة، الولد لازم صوته عالي. يعني تنشئة خاطئة أصدرت لنا هذه الأجيال اللي للأسف الشديد يظنوا إنهم إذا كان صوتي عالي، إذا أنا كنت هذه الرجولة، إذا أنا أثبت طلبت حقي بصوت عالي هذه الرجولة. لا، بالعكس. رجل وأنت يا امرأة. الطيبة مختلفة تماما عن شيء اسمه القوة والدفاع عن النفس بصوت العالي. زي ما ذكرنا، أنا أتمنى من كل إنسان، من كل امرأة، كل رجل، أن نتحلى بالطيبة. الطيبة كانت من أهم سمات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كان هناك ضعف ولا كان هناك تنازل، إنما كان وكان في تناغم، وكان في يعني مجتمع قاد أمة يعني. فالطيبة هي شيء يعني من أروع الصفات اللي نتمنى إنه يعني يتصف بها ويتحلى بها كل أبنائنا وكل بناتنا، أزواجنا وزوجاتنا، إخواننا وأخواتنا. وأن نعود مرة أخرى كما ذكرت القرآن الكريم، وأن نستقي منه المفاهيم الصحيحة حتى نستطيع أننا نغير من هذه المفاهيم الخاطئة، وبإذن الله تعالى يكون عندنا جيل رائد بإذن الله تعالى. آمين آمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك في نهاية لقائنا الأستاذة حليمة سيد حسن رمضان، أخصائية اجتماعية وأسرية والكاتبة والباحثة في شؤون المرأة والأسرة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الطيبين، ويجعلنا من القلوب الرحيمة الطيبة. وزي ما قالت ضيفتنا إن الشخص الطيب ما هو الشخص ضعيف، هو شخص قوي، وشخص عنده من الذوق والاحترام والقوة اللي تجعل كل المحيطين به يحترموه.
ويعرفوا ويقدروا قيمته كويس جدا. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم في لقاء متجدد، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.